ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنا انا عامله كميه بومبار طالعه عرض، بس انا حبيت ان اوريكم على الطبيعه ازاي البومبار يوصل بالدرجه والحلاوه دي. دول 20 طبق. عايزه اقول لكم ان ال20 طبق دول طريقة خطوات عملية البومبار بحيث ان يطلع معاكي بتست عالي وطعم مختلف. هنا على 10 كيلو رز احنا حاطين حوالي 5 بصل، وبنحط السمنة وبنحط زيت ونبتدي نحمصه. بعد كده ببتدي احط البهارات، الكمون والكزبره لازم بنسبه برضك عشان ما يمررش، وابتدي اقلب فيه لغايه ما يختفي تماما وايه ويتشبع كده مع البصل والماده الدهنيه. بعد كده تاني ببتدي احط الخضرة، دي تالت مرحلة. بحط بقى الخضرة عبارة عن شبت وكزبرة فقط، وابتدي برضه اقلبهم لغاية كل مرحلة. لازم اشوف ان كمية الدهن اللي انا حطاها او المادة الدهنية اللي انا حطاها توصل على الوش. يبقى معنى كده ان انا يطلع التيست بتاعه طعمه مختلف. بفضل اقلب لغايه ما اشوف برضك ان الماده الدهنيه طلعت على الوش. بعد كده ببتدي احط الطماطم هنا عشان الحق اقول لكم الطماطم انا بحط على كل نص كيلو رز كيلو طماطم. يعني معنى كده ان انا حاطه 20 كيلو طماطم على الكميه دي. بحط بقى الطماطم واسيبها بردك تتسبك معاها لغايه ما توصل الماده الدهنيه تطلع بردك على الوش. في المرحله دي بضيف البابريكا وبضيف التوابل اللي انا عاملاها خصوصا للبومبار، وبضيف الملح وبسيبهم بقى يسبكوا مع بعض لغايه ما يوصلوا بردك اشوف الماده الدهنيه تطلع على الوش. كل مرحله ليه انا بشوف الماده الدهنيه تطلع على الوش؟ علشان احس ان البومبار بتاعي يطلع مختلف. هنا بتشوفوا البهارات اللي انا حطيتها، هما البابريكا والبهارات المخلطه بتاعتي والملح. وبعد كده اشوف بردك الماده الدهنيه طلعت على الوش، خلاص يبقى كده العمليه تمام بالنسبه لي. وعايزه اقول لكم هنا ان البومبار نفسه انا بتم نقع البومبار نفسه في قرفه، وبنقعه في اللي هو المسمار او القرنفل، بطحنهم مع بعض وانقع بردك فيهم البومبار بعد تنظيفه بالليمون وكل حاجه. انا ما بنضفش بالخل، انا بنضف بالليمون. هتشوفوا بقى بالمنظر ده كده بعد ما الرز تشربه. ودي عمليه النقع ان انا نقعها. والرز هنا بسيبه فتره شويه لغايه ما يتشرب وبيطلع بالجمال والحلاوه دي. وكل سنه وانتم طيبين.